الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. ذكر هذا الباب بعد أن ذكر النهي عن الخروج من دين الإسلام، وأيضا الدخول في دين الإسلام كله. نهى عن البدعة، أن البدع منها ما هو مخرج عن الإسلام مكفرة، ومنها ما ينقص الإسلام مفسقة. قال: وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: المقصود، الشيخ ابن باز قال: المقصود من هذا الباب أن البدعة أكبر من الكبائر، أي البدعة يعني في الإثم ومن ناحية يعني حجمها في الذنب هي أكبر من الكبائر. كبائر ما ترتب عليها ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو لعن أو غضب من الله عز وجل، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، كقول النبي: تبرأ ليس منا. هذا يعد ما بعده ما يذكر بعده من الكبائر. قال: لأنها تنقص من الإسلام، وإحداث في الإسلام، وتهمة الإسلام بالنقص. نعم، كما مر معنا أن أحدث في هذا الدين فإنه وإن لم يكن يكذب قول الله عز وجل بلسان المقال، فإنه يكذبه بلسان الحال. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ليس هناك شيء في دين الإسلام ناقص، وإنما قد أتمه الله عز وجل وقد أكمله. فمن جاء ببدعة كأنه يقول الدين ناقص. قال: فلهذا يبتدع ويزيد. قال: أما المعاصي فهي اتباع للهوى وطاعة للشيطان، فهي أسهل من البدعة، وصاحبها قد يتوب ويسارع وقد يتعظ، صاحب المعاصي. قال: وأما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب لا يتوب، يرى أنه مجتهد فيستمر في بدعته والعياذ بالله، ويرى الدين ناقصا، وهو بحاجة إلى بدعته، أي الدين بحاجة إلى بدعته، كالذين كما سيأتي معنا مثال الذين يبتدعون طرقا للذكر، أوصاف وحالات للذكر، يبتدعون صلوات وغير ذلك. قال: ولهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من المعصية. ما ذكره من السبب أن العاصي قد يتوب، يرى أنه مذنب، العاصي يرى أنه مخطئ. لا أحد يفعل المعصية إلا من طبع على قلبه، وإلا إذا فعل المعصية يؤنبه قلبه وضميره، ويرى أنه على خطأ، لكن المبتدع لا يرى أنه على خطأ، يرى أنه على الصواب. إذن توبة العاصي تكون يرجى توبته، أما المبتدع لا ترجى توبته، كما سيأتي في الباب الذي بعده، أي أنه لا يوفق للتوبة، لأنه يرى أنه على صواب. كيف سيتوب وهو يقول أنا على صواب؟
أنا على صواب، يزين له الشيطان. قال: وهو بحاجة إلى بدعته، أي الدين بحاجة إلى بدعة هذا المبتدع الذي أحدث في دين الله. قال: ولهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من المعصية. قال الله تعالى في أهل المعاصي: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل المعصية تحت المشيئة، أما أهل البدعة فشرهم عظيم وخطرهم كبير، لأن بدعتهم معناها تنقص في الإسلام، وأنه يحتاج إلى هذه البدعة ويرى صاحبها أنه محق ويستمر عليها ويبقى عليها ويجادل عنها. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من البدع ومن الوقوع في البدع. قال سؤال، أي يسأل الشيخ ابن باز: يا شيخ، البدعة ما تدخل تحت المشيئة إذا لم تكن مكفرة؟ أن الشيخ ذكر أن هذا يعني أهل المعاصي تحت المشيئة، فسأله رجل: يا شيخ، يعني هل البدعة لا تدخل تحت المشيئة إذا لم تكن مكفرة؟ قال: الجواب: لا، ما تدخل في الذنوب. البدعة ما تدخل في الذنوب، البدعة ما تدخل في الذنوب، ومتوعد أهلها بالنار والعياذ بالله إلا أن يتوب. هي ليست من الذنوب يعني الكذب والغيبة والنميمة وشرب الخمر وغير ذلك من الذنوب، ولكن مع ذلك هي أكبر من الكبائر، وأيضا أهلها متوعدون كلهم في النار كما تقدم معنا، كلهم في النار إلا فرقة واحدة، هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كلهم في النار. 73 فرقة، 72 فرقة في النار إلا فرقة واحدة. قال: والعياذ بالله إلا أن يتوب، نسأل الله العافية. ولكن إذا كانت دون الشرك يرجى، إذا كانت البدعة دون الشرك أي ليست بمكفرة، يرجى لصاحبها أن يغفر الله عز وجل، أن يدخل تحت المشيئة، أن يدخل تحت مشيئة الله يوم القيامة. إن شاء عفى الله عنه، وإن شاء عذبه بقدر بدعته. قال: ولكن إذا كانت دون الشرك يرجى لصاحبها، لأنها تدخل في المعنى من جهة المعاصي، لكنها غير داخلة في قوله: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بالجملة. لكن إذا كان المبتدع بدعته دون الشرك فهي لها حكم المعاصي، أي البدع التي دون الشرك لها حكم المعاصي، أي أن يعني صاحبها لا يخلد في النار ويكون تحت المشيئة. قال: من جهة أنه لا يخلد في النار. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قال: يعني عليهم مثل أوزار من تبعهم في بدعتهم، نسأل الله العافية. نعم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. وقول المؤلف وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة، لم يأتي بسنة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدع. من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة هجرت، كما وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاء رجال ورأى عليهم شدة الفقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق؟ فقام رجل فتصدق بشيء كثير، ثم تتابع بعده الصحابة، رجل تصدق أولا فتتابع الصحابة بعده، هذا يأتي بشيء كثير وهذا بشيء قليل، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا سن الصدقة. هل الصدقة
ليست مشروعة من قبل، مشروعة، إنما ابتدأ بعمل هذه السنة، سنة هجرت أو خير، يعني خير مشروع في دين الإسلام، فسنه فعمل به، ثم جاء الناس من بعده وعملوا به، وهو موجود في الإسلام، لم يأتي به هو، يعني ابتدعه، فهذا هو له الأجر. أما من ابتدع فيدخل في من سن في الإسلام سنة سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد الخوارج. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: لعظم بدعتهم. لماذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتلهم؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لعظم بدعتهم، بدعتهم يعني عظيمة وشبهتهم كبيرة. قال: لأنهم شبهوا على الناس، اجتهدوا في القراءة الصلاة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، ثم حملوا على المسلمين وقتلوهم. أولا يعني شبهوا على المسلمين بأنهم أهل خير، وأنهم أهل صلاح، أنهم أهل عبادة، وهكذا يعني في الزمن القديم. أما الآن فأغلب هؤلاء الخوارج ليسوا أهل عبادة، ليسوا أهل عبادة أكثرهم، بل يعني مقصرين في العبادة الخوارج في هذا العصر. أما في الزمن القديم نعم هم أهل عبادة، هم أهل عبادة عظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ ابن باز قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. الصحابة، يخاطب الصحابة أهل عبادة، ومع ذلك إذا رأى هؤلاء الخوارج الصحابي يظن أنه يعني عبادته قليلة لكثرة عبادتهم، فإذا كان هؤلاء يكثرون من العبادة يغتر بهم الناس، هذا أهل عبادة، هذا إذن هم على حق، ثم بعد ذلك الذي يغتر بهم يأتوا ويقتلوه، لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل، لا يرضون إلا بمن كان معهم وموافق لرأيهم، أما غيره فيقتلوه كما سيذكر العلامة ابن باز. قال: ثم حملوا على المسلمين وقتلوهم، قتلوا من عصى، أي من عصى الله، سواء كبيرة أو صغيرة. هم يكفرون صاحب الكبيرة، ولكن أيضا ولو كان صاحب صغيرة فإنهم يقتلوه. قال: قتلوا من عصى، هذا من جرأتهم الخبيثة، وقاتلوا عليا. نعم، هم من قتل علي. من الذي قتل علي؟ اسمه من؟ ما لكم؟ عبد الرحمن والجمع. نعم. ماذا قال فيه عمران بن حطان؟ إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه. انظروا إلى هذا الخارجي خبيث يمدح من قتل علي، يا ضربة من تقي قتل خير أهل الأرض في زمانه في ذلك الوقت، أفضل أهل الأرض في ذلك الوقت، علي بن أبي طالب، لأنه يعني الأفضل
بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أبو بكر وعمر وعثمان قد يعني مات، يعني أبو بكر مات وعمر قتل وعثمان قتل أيضا، بقي علي خير أهل الأرض في ذلك الوقت. قتله الخارجي، ثم جاء هذا الخارجي وقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، أي إلا ليرضى الله عز وجل عنه. اقتل مسلم تقول يرضى الله عز وجل عنه، هذا يعني دليل على يعني جرأتهم الخبيثة. قال: وقتلوا عمرو بن خارجة وقتلوا جمعا غفيرا من الصحابة كله ببدعتهم وضلالهم، حتى أعان الله عليا عليهم وقتلهم. هؤلاء الخوارج شرهم عظيم، لأنهم يرون أنهم مصيبون في قتلهم العصاة من الأمراء وغير الأمراء. يتسلسل عندهم التكفير، تسلسل عندهم التكفير. الأمراء معروف، ومن لم يحكم بما أنزل الله ينزل هذه الآيات إلى الآن هكذا. وغير الأمراء أنت توافق الأمير، إذن أنت كافر مثل الأمير. قال: هذا من جهلهم وضلالهم، ولهذا قال فيهم صلى الله عليه وسلم: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، ولئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي أبيدهم إبادة، أن شرهم مستطير، شرهم كبير على المسلمين، فهم يقتلون أهل الإسلام كما جاء في وصفهم، ويدعون أهل الأوثان، وكل من خالفهم فهو كافر. يعني ذكروا قصة يعني رجل من الخوارج ومعه أيضا آخر من يعني الخوارج، كانوا يطوفون حول الكعبة، فقال ذلك الخارجي لصاحبه، قال: أترى هؤلاء يطوفون على الكعبة؟ قال: نعم. قال: كلهم في النار. قال: ومن في الجنة؟ قال: ما أحد إلا أنا وأنت في الجنة. قال: إذا كانت الجنة يعني ندخلها أنا وأنت فقط فهي لك، أنا ما أريد جنتك. وترك مذهب الخوارج، قال له: ما أريد جنتك، كل هؤلاء في النار، فقط أنت وأنا ندخل الجنة، إذن هذه الجنة لك، ما أريد أن أدخل معك الجنة. يعني بمعنى كلامي، يعني مفهوم كلامي، وأراد أن يوصل إلى هذا أنه لا يمكن، ما هي الجنة التي ستدخلها أنت وحدك وجميع هؤلاء كفار؟ هذا دليل على يعني بطلان قوله. فهؤلاء الخوارج شر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهل يعني يقاتلون إذا كانوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن لقيتم، أي وهم في حال خروجهم، كما جاء في لفظ الحديث: في حال خروجهم، عند خروجهم سأقتلهم. لكن إذا لم يكونوا خرجوا تجمعوا، فيقول العلماء يرسل، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج، أرسل إليهم ابن عباس، فيرسل إليهم الحاكم العلماء يجادلهم، فإن يعني استجابوا، وإن لم فإنه يقاتلهم. قال المؤلف رحمه الله: وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، أي لا يجوز الخروج ولا يجوز قتالهم ما داموا يعني مسلمين. قال تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: قال: يعني الأمراء وإن جاروا وظلموا ما داموا ملتزمين بالإسلام لا يجوز جهادهم، ولكن يناصحون، والنصيحة تكون بالسر وليست بالعلانية من على يعني المنابر، أو يعني على يعني في المجتمع أمام الناس يعني يشهر بهم، فهذا لا يعني يجوز. ومذهب أهل السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان يعني إذا أراد أن ينصح أميره فلا يبدي ولا يظهر، وإنما يأخذ بيديه
وينصحه سرا. قد يقول هذه شبهة عند هؤلاء مثل هؤلاء الخوارج قاتلهم الله، يقول نحن لا نصل إلى مثلا الآن الرئيس، نحن لا نصل إلى الرئيس، كيف ننصحه؟ لابد أن تبين للناس لست أنت مسؤول، واجب عليك أنت بعينك أن تنصحه. هناك من يعني يدخل عليه وينصحه، كفاك المؤنة. فليس واجب كل واحد دخل في باله أنه يريد أن ينصح لابد أن يذهب وينصح، يمنع، يقول نذهب نمنع، خلاص أنت أديت الذي عليك، ذهبت منعت من الدخول، خلاص. أما التشهير لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبديه علانية، أي لا يكون يعني النصح للأمراء بالعلانية، فهذا لا يجوز، هذا مذهب الخوارج. قال لا يجوز جهادهم ولكن يناصحون. وأما إذا أتوا كفرا بواحا وجب جهادهم على من قدر، بشرط إذا كان هناك قوة تقدر إذا كان هناك قوة تقدر فعلت هذا، وإلا لم يجب. أي إذا كان بدون ضرر، بشرط كفر بواح ظاهر للناس، ليس فيه شبهة ولا تأويل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قدرة، يستطيع أن يخرجه ويأتي بغيره، يستطيع أن يخرج هذا يعني الأمير ويأتي بأمير بغير يعني مفسدة بسفك دماء المسلمين. أما ما فعل الخوارج ويعني الذين هم أهل البدع، وما استحل قوم يعني وما ابتدع قوم بدع إلا استحلوا السيف، أي يعني استحلوا على المسلمين، فيقولون نعم عندنا قدرة. ما هي القدرة؟ يخرجون في الشوارع كما فعلوا في المظاهرات، ويظن أن هذه هي القدرة، فتحصل من المفاسد ما الله به عليم. قال المؤلف عن جرير بن عبد الله أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. تعليق سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قال: هذا معناه إحياء السنة وإظهارها وليس البدعة، لأن أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما فقراء مكتابي النمار، يلبسون يعني جلود الحيوانات، فلما رأى فقرهم خطب في الناس عليه الصلاة والسلام وحثهم على الصدقة ورقبهم فيها، فقال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه، أي تصدق، هذا فيه أمر للاستحباب. قال: من صاع بره من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، أي عن حملها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أي يعني يضيء، وجهه يضيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. يعني هذا في الصدقة. من هو الذي سن؟ الرجل من الأنصار. هل جاء بشيء جديد في دين الله؟ لا، إنما الصدقة يعني مشروعة في دين الإسلام، قال: سؤال أحسن الله إليكم يا شيخ: الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم؟ قال: جواب الشيخ ابن باز: قال: نعم، لا شك أن من أثنى عليهم ومدحهم هو داع لهم يدعو لهم، هذا من دعاتهم، نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله: وله مثله، أي مسلم، رواه مسلم.
وله أي المسلم مثله الحديث المتقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى كان له من الأجور، ثم قال ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم، يعني مثل حديث جرير ابن عبد الله. قال باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن رحمه الله. وذكر ابن الوضاح عن أيوب وذكر ابن الوضاح عن أيوب قال كنا عند رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله. يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. قال وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة ولا يعينه الله عز وجل على التوبة. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال المقصود هذا من أخطار البدعة، أن البدعة خطيرة من أخطار البدعة أن الله لا يوفق صاحب البدعة إلى التوبة ولا يعينه على التوبة. أما أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا من أخطار البدعة وبلائها والعياذ بالله. من أخطارها أن صاحبها لا يوفق للتوبة، يرى أنه مصيب. لماذا لا يوفق للتوبة؟ يرى أنه مصيب. قال ويستمر على الباطل، هذا من أخطارها وبلائها. فالواجب الحذر من البدعة لأنها شر عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال وكل بدعة ضلالة، نعم أي كل بدعة ضلالة. لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال رضي الله عنك يا شيخ ما صحة الحديث؟ الجواب الشيخ ابن باز قال الحديث يحتاج إلى تأمل ونظر في سنده، الذي ذكره ابن وضاح يراجع إن شاء الله. هذا هو الصواب، ليس ابن الوضاح، ابن وضاح. قال وكان ذلك في درس صبيحة يوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الأول عام 1418 من الهجرة، فراجع القارئ الحديث وتتبع طرقه، فقال في تخريجه لحديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، أي أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل عن هذا الحديث في ذلك اليوم، في يوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الأول عام 1418 من الهجرة. ولعله أمر القارئ الذي يقرأ على الشيخ ابن باز أن يراجع هذا الحديث، ما صحة هذا الحديث، فسيذكر بماذا تخرج هذا، أو نقول بماذا خرج في صحة هذا الحديث، هل يصح أو لا يصح؟ تقدم معنا أن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقرأ ما ذكره بسرعة بعجلة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب والهروي في ذم الكلام من طريق ابن عبد الهادي في جمع الجيوش والدساتر، وعزاه الألباني في الصحيحة إلى أبي الشيخ في تاريخ أصفهان، كله من حديث هارون بن موسى عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، وفي لفظ حجب التوبة، وفي لفظ احتجب الله التوبة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة. قلت قال النسائي لا بأس به، ذكره ابن حبان في الثقات أي هارون بن موسى. وقال الدارقطني هو وأبوه ثقتان، ورواه عن موسى جماعة منهم داود بن حسين البيهقي وزكريا بن يحيى الساجي وجعفر بن محمد السوسي، وحسن إسناده المنذري في الترقيب والترهيب.
وله طريق أخرى عن حميد من حديث بقية بن الوليد عن محمد بن عبد الرحمن القشيري عن حميد به، رواه ابن أبي عاصم في السنة والهروي في ذم الكلام، ومن طريقه ابن عبد الهادي في جمع الجيوش، ورواه البيهقي في الشعب وابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، واختلف على بقية في إسناده. فرواه أحمد بن فرج عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل من أهل الكوفة واختلف على بقية، أي بقية ابن الوليد قال عن رجل من أهل الكوفة عن حميد به، ورواه ابن مصطفى وكثير بن عبيد وإسحاق بن راهوي عن محمد بن عبد الرحمن عن حميد عن أنس به، ومدار الجميع على محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو متروك الحديث. قال ابن عدي منكر الحديث مجهول، وهو من مجهولي شيوخ بقية بن مخلد. قلت وبقية باتفاق الحفاظ لا يقبل حديثه عن المجاهيل، فالعمدة على الإسناد السابق، وللحديث شواهد في المعنى من حديث حذيفة بن اليمان وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث حذيفة فرواه ابن ماجه في سننه. قال حدثنا داود ابن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد ابن محصن عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. ورواه ابن عبد الهادي في جمع الجيوش. قلت ورجاله ثقات غير محمد ابن محصن العكاشي، واسمه محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن محمد بن عكاشة ابن محصن الأسدي. قال يحيى بن معين كذاب، وقال البخاري منكر الحديث، وكذبه أبو حاتم وقال مرة مجهول، أي ابن حاتم قال مرة كذاب وقال مرة مجهول. وقال ابن حبان شيخ يضع الحديث على الثقات. قلت ومشهور عن هذا اللفظ أنه من كلام بعض أئمة السلف كالحسن البصري والأوزاعي وهشام بن حسان، روى ذلك ابن وضاح عنه في كتاب البدع والنهي عنها وغيره. قال أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرواه ابن أبي عاصم في السنة، وابن بطة في الإبانة، وابن عبد الهادي في جمع الجيوش من حديث بقية قال حدثنا شعبة أو غيره. قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدع والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، إن لكل ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. وهذا إسناده ضعيف في عدة علل، منها حال بقية وعدم جزمه بمن روى عنه هل هو شعبة أم غيره. قال بقية يعني قال حدثنا شعبة أو غيره، شك. قال ومنها الاختلاف عليه فيه، فرواه مرة من قول عمر عند ابن أبي عاصم في السنة، ورواه مرة عن غير عمر. قال ومنها حال مجالد بن سعيد وهو ضعيف. وقال ابن عبد الهادي حديث ضعيف ذكره ابن المحب في كتاب الطبقات، وعزاه أيضا إلى الطبراني في المعجم الصغير. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن عزاه إلى ابن مردويه قال وهو غريب أيضا ولا يصح رفعه. قال فصل مختصر في بيان معنى الحديث: إن مما لا خلاف فيه بين أهل العلم قاطبة أن جميع الذنوب بما فيها الشرك إذا تاب صاحبها منها فإن الله تعالى يقبل توبته، لقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، أي أن الله عز وجل يقبل التوبة ولو كانت من المشرك ولو من الكافر. إذا تاب المشرك قبل الموت فإن الله عز وجل يتوب، ويتوب الله على من تاب، والتوبة تهدم ما كان قبلها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله السفاريني في نوامع الأنوار عن معنى هذا الحديث: إن الله احتجز التوبة.
فقال: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. قال: قلت: وهذا هو المعنى لما جاء في ذلك من الأحاديث، وهذه سنة الله جل وعلا في من ضل عن الطريق، ابتلاء منه وحكمه بحكمة وعدل، حكم من الله بحكمة وعدل، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ومنها قوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وغيرها من الآيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قال طائفة من السلف منهم الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم قالوا إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها، لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب عليه، أي لتاب الله عليه، كما تاب على الكافر، تاب الله على الكافر. ومن قال لا يقبل توبة المبتدع مطلقا فقد غلط، لأن الله عز وجل لا يقبل توبة المبتدع، لو تاب لا يقبله الله عز وجل، فهذا خطأ، هذا خطأ. وإنما معنى لا يقبل أو احتجز الله، لا يقبل الله توبة المبتدع أو احتجز الله توبة المبتدع، أي أنه لا يوفق ولا يعان، هذا في الغالب، لكن قد يتوب. لهذا يعني هذا يعني واقع، هذا شيء مشاهد، قلما تجد صاحب بدعة يتوب من بدعته، في القليل في النادر، لأنه يرى أنه على حق، كيف سيتوب وهو يرى أنه على حق؟ قال: بمعنى أنه لا يتوب منها. قال: ومن قال لا يقبل توبة مبتدع مطلقا، أي لا يقبل الله، فهذا غلط. قال: فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها. فأما إذا أراه الله سبحانه وتعالى أنها قبيحة فإنه يتوب منها، كما يرى الكافر أنه على ضلال. وإلا فمعلوم أن كثير ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلى الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يعني قرأ على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال: هذا هو الحق، إن الله احتجب التوبة عن صاحب البدعة، معناه لأنه يستحسنها ويرى أنه مصيب، فلهذا في الغالب يموت عليها والعياذ بالله ولا يتوب منها. معنى هذا تجب عن التوبة عن صاحب البدعة، كما تقدم أنه لا يوفق ولا يعان على التوبة، لأنه يرى أنه على حق. قال: لأنه يرى أنه مصيب، بخلاف صاحب المعصية الذي يعلم أنه عاص وأنه مجرم وأنه مخطئ، قد يتوب منها فيتوب الله عليه، لكن صاحب البدعة على خطر، لأنه يستحسنها ويتبع هواه، فلهذا هو على خطر من حجب التوبة عنه لاستحسانه البدعة وظنه أنه على هدى واعتقاد، إلا إذا هداه الله تاب الله عليه. فجميع الذنوب إذا تاب العبد منها تاب الله عليه، حتى الشرك الذي هو أكبر من البدعة والكفر إذا تاب منه تاب الله عليه. والكفار من قريش وغيرهم لما تابوا تاب الله عليهم، وهكذا سحرة فرعون لما تابوا تاب الله عليهم. فهكذا صاحب البدعة إذا أنار الله بصيرته وتاب منها تاب الله عليه، فهو من باب الوعيد، مثل الحديث الصحيح: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، من باب الوعيد. وإلا من تاب الله عليه، لا يقبل الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يقبل الله منه يوم القيامة إذا لم يتب، أما إذا تاب فإنه يقبل الله عز وجل منه. من تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا،
يا أيها الذين آمنوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.